بيبدأ الفيلم بتاعنا مع واحد اسمه ليفون كيد. كان قاعد في عربيته عادي، لكن فجأة المنبه بتاعه رن وفوقه من النوم. صحي وهو مصدوم شوية وقام قفل المنبه على طول، والدنيا كانت بتمطر بره جامد. قام على طول دخل يغسل سنانه جوه العربية، وبعدين نزل منها ولبس خوذة الأمان، وراح على طول فتح بوابة موقع بناء الخاص بعائلة جارسيا. وقف شوية جنب البوابة وبص حواليه يتفرج على المكان، وبعد شوية العمال كلهم اتلموا مع بعض عشان يفطروا. واحد من زمايله أصر إن ليفون ياخد علبة أكل، وقال له إنها اتعملت مخصوص عشان. وساعتها ليفون خد العلبة وهو مش متحمس قوي وقال له شكرا. بعد كده قام ليفون عشان يتكلم مع العمال وقال لهم إن كله لازم يشتغل ويدي أقصى ما عنده. بعد كده ليفون دخل المكتب، سلم على الناس اللي جوه وقعد يمضي على شوية أوراق، وكان بيستمتع بالهزار الخفيف مع بنت مديره جيني اللي كانت بتعمله مع أهلها. وهناك جيني ورت أبوها جو قايمة بالحاجات اللي هتحتاجها عشان تحتفل مع أصحابها إنهم خلاص خلصوا الترم. جو شاف المبلغ اللي هي عايزاه وقام بهزار قال لها إيه ده، هو ده فرحك ولا إيه؟ وساعتها جيني قالت له إن دي أجازة الترم ودي حاجة كبيرة ومهمة. فضلوا يتناقشوا شوية وهو يقول لها إن دي مش حاجة كبيرة وهي تقول له بلاش تعقيد. في الوقت ده ليفون لاحظ عربية سودا وقفت بره الموقع، وخرج بره عشان يشوف في ايه. لقى اتنين رجالة بيضربوا واحد من العمال وبيهددوه، وساعتها راح بكل ادب وقال لهم انهم يمشوا ويسيبوا الراجل في حاله. لكن ساعتها ردوا عليه بقلة ذوق وقالوا له ان ده مش شغل، عشان ليفون يزعل من طريقتهم ويقرر يتصرف بنفسه. فرمى جردل مليان رمل في وشوشهم وبدأ يضربهم بالجرد. بعدين مسك اي حاجة لقاها قدامه وقعد يضرب فيهم. الناس على طول بدأت تتجمع وهو بص لهم بصة سريعة وكمل ضرب. لكن لما عددهم زاد طلع بندقية وقرر انه يخوفهم، وهدد انه يضرب النار على واحد منهم وقال لهم يمشوا قبل ما الحكاية تكبر. فالناس على طول مشيت، وجيني اللي شافت اللي حصل خرجت وهي مندهشة من مهاراته في القتال، وسألته اذا كان ده من تدريبه في الجيش ولو ممكن يعلمها. وقالت له كمان ان جدها كان ضابط شرطة وعلمها ازاي تدافع عن نفسها. بعد كده ليفون راح بيت جد وجدة بنته ماري عشان ياخدها، وساعتها ماري جريت عليه وهو سلم عليها بحماس. بعدين وقف شوية يتكلم مع حماه دكتور روز اللي هو كان بيربي ماري بعد ما مرات ليفون ماتت. وليفون سأله ايه سبب الحفلة دي، وروز قال له ان ماري كانت عايزة تعزم صحابها، وانه نسي ان النهاردة اصلا يوم زيارة ليفون لماري. وساعتها روز بيتكلم معاه بقلة ذوق وفضل يلمح له ويتريق عليه ان هو السبب في ان مراته ماتت، وانه ما بقاش موجود عشان بنت. ليفون ساعتها قال له يبطل كلام وما يفتحش الموضوع ده تاني، بس روز كمل وقال له ان ماري احسن لها تبقى معاه هو، لان ليفون مش اب كفء وانه قاتل. ساعتها ليفون حاول يمسك اعصابه عشان ماري ما تزعلش. بعدين راح العربية وقعد جنب ماري وسألها ليه جدها عمل حفلة في يوم زيارته، وساعتها قالت له انها ما كلتش حاجة من الصبح وكانت مستنياه. فابتسم وقرر ياخدها يتغدوا سوا. وهما بيتغدوا ليفون ادى ماري صورة لامها وهي شايلاها، وماري قالت له ان جدها شال كل صور امها من البيت وانها بدأت تنسى شكلها. وساعتها قالت له انها زعلانة من امها عشان سابتهم، وهو طمنها وقال لها ان ده شعور طبيعي وان هو كمان بيتألم. بعد الغدا راح اجتماع مع المحاميين بتوعه بخصوص قضية حضانة ماري، وقال لهم ان روز بيحاول يستفزه وحكى عن الحفلة اللي حصلت. المحامي قال له ان روز بيحاول يخليه يعمل حاجة عنيفة عشان يستخدمها ضده في المحكمة. وساعتها المحامين قالوا له ان الوضع بقى اسوأ لانهم بيحاولوا يطلعوا ان تاريخه في الجيش كان عنيف. وبرضه سألوه ليه روز بيكرهه بالشكل ده، وقال لهم ان روز بيعتقد انه السبب في موت بنته، مع ان اللي حصل انها انتحرت عشان كان عندها اكتئاب من زمان، وده حصل وهو بره البلد في مهم. ساعتها المحامين قالوا له ان روز عنده فلوس كتير وممكن يفضل يتعبه في القضية دي لحد ما يخسروا كل حاجة. وبنعرف ان ليفون كان بيوفر الفلوس على قد ما يقدر، وكان عايش في عربيته عشان ما يصرفش على ايجار بيت. وقالوا له بقى ساعتها ان القاضي مش هيعجبه انه ما عندوش مكان دايم يعيش فيه، ونصحوه يتفاوض مع روز، بس ليفون رفض وقرر يدفع فلوسه اللي ادخرها عشان يكمل القضية. بعد كده بنشوف ليفون وهو بيستأجر كوخ قديم ومتهالك عشان يبين للمحكمة انه عنده مكان يعيش فيه مش عايش في العربية. بالليل جيني واصحابها خرجوا عشان يحتفلوا، والبنات كانوا بيستمتعوا، بس في اتنين كانوا بيصوروهم وبيتتبعوهم في كل مكان. راحوا بار، والبار مان قال لجيني انها ممكن تاخد الترابيزة اللي عايزاها لو قالت له اسمها ايه. ساعتها قالت له اسمي جيني، قال لها انا اسمي جوني. راحت قعدت مع البنات وهو قام بعت رسالة لحد على طول. الراجل والست اللي كانوا ماشيين وراهم وصلوا للوبار، وواحدة من صحابها اسمها نينا حست انها تعبانة، فجيني ساعدتها وراحت معاها الحمام. ساعتها الست اللي كانت ماشية وراهم خرجت من الحمام وراهم، وراجل كان مستخبي في زاوية وهجم عليها وخطفها من الباب الخلفي وحطها في عربية. في الشغل بقى بنشوف ليفون لاحظ عربيات شرطة طالعة من مكتب جو ومراته كارلا قالوا لليفون ان جين اتخطفت. ليفون ساعتها اتفاجئ وسألهم يعني ايه، قالوا له انها خرجت مع اصحابها وما رجعتش، وكمان قالوا له ان الشرطة عادة ما بتحققش في الحاجات دي، وتوسلوا ليه انه يحاول يلاقيها. وساعتها هو قال لهم انه ساب الحياة دي وراه ومش عايز يرجع لها تاني.
لكنهم فكروه بمهاراته وقالوا له انهم واثقين فيه وعرضوا عليه 50,000 دولار ومصاريف زيادة لو لقاها، بس هو رفض وقال انه مش الراجل ده تاني ومش هينفع يرجع للماضي بتاعه. بعد كده ليفون اتجه ناحية صاحبه القديم في الجيش اللي فقد بصره في حادثة اللي ليفون أنقذه فيها. جاني حكى ليفون عن مشاكله وليفون حس بيه وقال له إنه آسف إنه مقدرش ينقذ عينيه، لكن جاني قال له أنت أنقذت حياتي وده المهم. وبعدين سألوا عن جيني وليفين قال له إنها بنت زي العسل، وساعتها جاني نصحه إنه يعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينقذها وإنه مش محتاج إذنه عشان يعمل حاجة هو عايزها. الاتنين ضحكوا وفي الآخر ليفون قرر إنه هينقذ جيني. ليفون راح بيت جو لقى جو قاعد باصص لصورة جيني وكان بيشرب وباين عليه التعب جامد، وجو قال له إن جيني رفضت منحة موسيقى عشان تدرس اقتصاد. ليفون قال له إنهم زي عيلته وإنه هيرجع جيني ليهم. اتحرك ليفون ناحية البار اللي جيني كانت فيه آخر مرة، بص للبارمان جوني كويس وعمل مراقبة للمكان ولقى لؤلؤة من عقد جيني ورا البار، وتتبع كمان عربية جوني لحد بيته. جوني كان جوه بيشرب، سمع ليفون وهو داخل، لكن قبل ما يعمل حاجة ليفون كان واقف قدامه بمسدس. ساعتها ليفون واجه جوني وسأله عن جيني. جوني قال له انه ما يعرفش حاجة وانه قال للشرطة كل اللي يعرفه، لكن ليفون ما صدقوش وقرر يستخدم القوة. غطس راس جوني تحت الحنفية وكان هيخنقه بالمية. لما جوني كان هيتكلم شوية من صحابه وصلوا، ليفون خرج من الأوضة وهو ماسك جوني وضرب النار على الاتنين اللي وصلوا، ولما فتش جثة واحد منهم لقى وشم يدل ان دول من المافيا الروسية، وخد الفلوس اللي كانت معاهم ومشي. في الوقت ده جيني كانت نايمة على جنبها وايديها متكتفة بشريط لاصق وبتتكلم مع نفسها وهي مش في وعيها، وكان باين عليها انها تعبانة وكلامها مش مفهوم. تاني يوم بنشوف واحد اسمه وول كليسناك وصل مع 2 من رجالته، وليفون كان قاعد في عربيته بيراقب الوضع. الرجالة دخلوا البيت ووول قال انه في طرف تالت وهو اللي ضرب النار وخد الفلوس. في الوقت ده عربية عليها شعار شركة تنظيف وصلت وحطوا الجثث متقطعة وملفوفة في اكياس بلاستيك. وفجأة ليفون وصلت له مكالمة من ماري قالت له انها بتتصل تسلم عليه، وقفل المكالمة وبدأ يمشي ورا العربية بعيد. وصلوا القصر وليفون عمل استطلاع للمكان واستنى اللحظة المناسبة. دخل القصر وكتف وول على كرسي فوق حمام السباحة، لكن لما وول فاق حذر ليفون انه بيتعامل مع ناس مش هيقدر عليهم. وساعتها ليفون سأله عن جيني بس وول رفض يتكلم وبدأ يصرخ ويتكلم بالروسية. ليفون ساب الكرسي يغرق في المية وهو مربوط فمات. ليفون على طول ترجم الكلام اللي وول قاله بالروسية ولقى اسم ديمي اللي كان ليه علاقة غالبا بالخط. بعد شوية واحد تاني من المافيا اسمه يوري وصل للمكان، قال ل2 من رجالته ان وول كان راجل محترم بس ابنه ديمي مش زيه وانه بيحب الهزار اكتر من الشغل، وامر على طول رجالته انهم لازم يلاقوا اللي قتل وول. في الأوضة بقى اللي جيني فيها ست لابسة ماسك ونضارة دخلت وحطت كيس أكل قدامها، وجيني قالت لهم أسماء أهلها واسمها وقالت إنهم غلطانين فيها، لكن الست حذرتها تسكت وتاكل الأكل. وجيني شتمتها بس الست طلعت مسدس وحطته على رقبتها وسألتها لو شافت حد مات قبل كده، وساعتها جيني اتخافت وخدت البرجر من الكيس وكلته. بعد كده بنرجع عند ليفون اللي اتصل بصاحب قديم ليه في الشرطة وسأله عن واحد اسمه ديمي كولين، وسأله لو ليه علاقة بتجارة البني آدمين. ساعتها صاحبه قال له ان ديمي زعيم مافيا خطير واداله عنوان بار له علاقه بالمافيا الروسيه. بالليل ليفون راح البار وواحد في غرفه المراقبه شافه، وراجل اسمه دوجي راح له. ليفون وراه رزمه فلوس من بعيد ودوجي خدوا الاوضه ورا. الراجل اللي ماسك المكان اسمه داتش شك ان ليفون من الشرطه. لما واحد من الامن قال له كده طلب منه انه يفضي جيوبه، وليفون قال له انه ما جاش عشان يتريقوا عليه. وداتش شاور للناس اللي في المكان وبداوا يحاوطوا ليفون. ليفون بص حواليه وقال خلاص يلا بينا نلعب. وبدأت المعركة من هنا وليفون ضرب الكل لحد ما داتش وقف الضرب قبل ما ليفون يقتل واحد بإزازة مكسورة. داتش ساعتها عرف انه كان في الجيش وعرض عليه انهم يتفاوضوا. ساعتها ليفون طلب منه مخدرات وعملوا صفقة مع بعض. تاني يوم ليفون قابل دوجي وواحدة اسمها ارتميس، اداهم رزمة فلوس وارتميس صوبت مسدس عليه تحت الترابيزة وادته تليفون قديم وقالوا له انهم هيتصلوا بيه. داتش اتصل بيه وقال له ان المخدرات تحت الكرسي في العربية. ليفون فعلا لقاها ورمى المخدرات من فوق الكوبري. في الوقت ده جيني كانت في شنطة عربية وخدوها مكان في راجل عرض عليهم فلوس وسبيكة ذهب عشان ياخدوها. ساعتها سألوا الراجل ده ليه اخترتها، قال لهم انها فكرته بلوحة في بيت ابوه، فعلى طول خدوها الأوضة ورا والراجل راح يسمع نبضها وخرج وهو متعصب لانها كانت مفروض تكون نايمة. داتش اتصل بليفون سأله لو العميل عجبه المنتج. ليفون قال له انهم مبسوطين، وداتش قال له انه هيبعت له دعوة
عشان يقابل الزعيم وقال له البس بدلة. ليفون اشترى بدلة وراح فعلا للمكان الشيك ده عشان يسلم على داتش وقعدوا مع بعض. داتش طلب منه الفلوس وانه يقفل تليفونه. الراجل التاني قدم نفسه وقال ان اسمه ديمي. ليفون قال له ان اسمه بيل. ديمي طلب يشوف رخصته عشان يتأكد منه. بعد ما اتأكد خلصوا الصفقة وادوه شنطة مخدرات. ليفون اتخلص من المخدرات بعد كده ولاحظ واحد اسمه فايبر في صورة البنات اللي كانوا بيصوروهم، ولقى كمان في تليفون جوني معاه في بار اسمه راتيز. ليفون راح يراقب البار وارتميس شافته من كاميرات المراقبة وطلبت دعم. ساعتها ليفون شاف العربيات جاية وقام طلع من العربية وركب موتوسيكل وهرب. جري وراه في الغابة بس هو خدع العربيات وفي الاخر خبط في عربية شرطة. الضابط اللي مع المافيا ضرب ليفون وخلاه يفقد الوعي. بعد كده ليفون فاق لقى نفسه متكتف في عربية مع رجالة يوري. استغل الفرصة وضرب اللي معاه وقتل السواق والعربية اتقلبت. ليفون قتل الاتنين ودفن العربية في المية عشان يخفي الأدلة. ساعتها يوري ودع عياله وأمر باجتماع لمجلس الحرب. فايبر وارتميس اللي خطفوا جيني قابلوا ديمي، وديمي كان متعصب لأن جيني عضت خد الزبون وقال لهم انتوا خسرتوني فلوس كتير وان الزبون عايز جيني تموت. بعد كده يوري قعد مع اخواته في ميتنج وقال لهم انهم بيواجهوا شيطان بيستهدفهم. واحد سأل لو ديمي يعرف مين الراجل ده ويوري قال له ان ديمي بيخبي. بعد كده يوري لقى ديمي في كباريه وقال له ان ابوه مات وعياله اتقتلوا بنفس الراجل. ديمي اتفاجئ ووراهم صورة لليفون وعرف انه قابله، ويوري خد نسخة من رخصة ليفون. رجالة يوري عرفوا مين ليفون وراحوا بيت حماه. ليفون جات له مكالمة ان مفيش حد خد ماري من المدرسة فراح يجيبها وسألها عن جدها، قالت له انه في البيت، لكنهم لما وصلوا البيت لقوه بيولع. وليفون ساعتها قال لماري تفضل في العربية ودخل البيت وهو بيولع وانقذ حماه. قعدوا بره على السلالم وحماه قال له ان اللي عملوا كده كانوا بيدوروا عليه وان دي غلطته. ساعتها ليفون قال له انه هيتصرف وسابه يروح المستشفى، وخد ماري معاه البيت صاحبه جاني عشان تبقى في امان. جاني سأله هيعمل ايه، قال له انه هيسأل ديمي عن جيني. ودخلوا اوضه مليانه اسلحه وجاني وراه الاسلحه وليفون خد سلاح كان بيستخدمه في الجيش. ساعتها ماري قالت له انها خايفة عليه، طمنها وقال لها انه هيرجع قريب. بنروح عند فايبر وارتميس اللي كانوا بينقلوا جيني في العربية. جيني بدأت تدعي بصوت عالي لكن ارتميس استغربت وصوبت مسدس ناحيتها وقالت لها تبطل كلام. بعد كده جيني استغلت ان ارتميس بتتكلم مع فايبر وراحت ركلت دراعها بقوة، ضربتهم في الكرسي قدام العربية، خبطت في شجرة والايرباك فتح. جيني على طول كسرت الشباك وقطعت الشريط اللي في رجليها بإزاز مكسور، فتحت الباب وجريت في الغابة زي المجنونة، وبعد كده وقفت تقطع الشريط اللي في ايديها بسلك وجريت تاني بسرعة. ساعتها ارتميس صرخت من الغيظ لما عرفوا انها هربت وقالت انهم كده هيرجعوا للسجن. بعد كده جيني طلعت قدام عربية شرطة في الشارع وطلبت منهم يساعدوها. الضابط اللي كان مع المافيا طمنها وقال لها انه هيوصلها للبيت، بس للأسف رجعها لفايبر وارتميس. رموها في بركة مية وكانوا هيموتوها، بس جالهم مكالمة من الزبون اللي جيني جرحته وطلب انه يقابلها في مزرعة ويديهم مبلغ كبير، وقال لهم ما يقتلوهاش عشان هو عايزها زي ما هي. ديمي كان قاعد في اوضه مليانه فلوس وهو خايف وبيتكلم مع واحده جنبه بطريقه مش مفهومه. بعد كده بنروح لليفون اللي قدر انه يدخل مخبأ المافيا وقتل الحراس بسكينه، وبعدين دخل بالنار وقتل الباقيين وضرب ديمي في ايده اللي ماسكه المسدس وساله عن جيني، وديمي قال له على المكان وخرج وهو وديمي مربوط في العربيه. وصلوا المكان وليفون ساله ليه اختاروا جيني بالذات، وديمي ساعتها قال له ان فايبر بيصور بنات حلوين وبيبعت الصور للزباين عشان يختاروا. بعدين بيظبطوا ميعاد وليفون قتل ديمي واستعد انه يدخل المكان. بنشوف فايبر وارتميس اللي خدوا جيني الاوضه فاضيه وكتفوها في سلسله متعلقه في السقف، وفايبر قال لها ان ده مش شخصي وسابها. ارتميس جابت الزبون للاوضه وجيني سالته هي عملت له ايه، قال لها انها ما عملتش حاجه وده احسن حاجه. مسك سكينه كبيره وقال لها انه عايز يشوف شكلها من جوه. ليفون على طول قتل الحراس بره وحدف قنبله على مدخل المزرعه. بدات الفوضى تنتشر في المكان وليفون قتل الكل واحد ورا واحد. بعدين داتش ورجالته وصلوا ودخلوا المعركة، وليفون قاتل دوجي واستخدم درع لما داتش جه يضرب نار، وفي الاخر ليفون قدر ان هو يقتل داتش بسكينة في رقبته. على طول توجه ناحية الأوضة اللي فيها جيني وضرب الزبون وقتل فايبر. جيني وهي لسه متكتفة خنقت ارتميس برجليها. ليفون قال لها تمشي وراه، وهم خارجين قابلوا 2 من رجالة يوري كانوا ماسكين بنادق وبيضربوا نار. ليفون صوب واستخدم شاشة على صدره تبين مكان الراجل وضربه.
حدف قنبلة على التاني وبعدين ساب سلاحه وقال له وداعا. خرجوا بره وركبوا موتوسيكل ومشيوا. يوري شافهم وهما بيهربوا واتصل بالمافيا وقال للراجل اللي بيتكلم معاه، وساعتها الراجل قال له ان الشيطان خلاص خد اللي هو عايزه وسيبه يمشي. لكن يوري قال له انه مش هيسكت على اللي قتل عياله. الراجل قال له ان المافيا اهم من انتقامه الشخصي، ويوري قفل التليفون وصرخ جامد من الحزن والغضب عشان على طول ليفون يرجع جيني لبيتها، واتلمت مع اهلها وفرحوا برجوعها، واتجه على طول لبيت جاني صاحبه ولقى ماري وجاني وسلموا عليه بحرارة. وهنا الفيلم بتاعنا بيخلص. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة.